مش جاي اقنعك بالدروب شيبينج، بس الفكره كلها انه انا عندي ميزه بجد فايداني في مصر، مش صعب انها يعني حتى بيقول لي ليه مصر، ليه مش عايز تروح بره مصر، ليه الكلام ده كله. طيب خليني اتكلم معاكم بصراحه في موضوع هو سلاح ذو حدين، هو الدخل اللي بالدولار اصلا. طب انا بستفاد ازاي في الموضوع ده؟ حته من انا عندي اول عربيه اجيبها في حياتي تقسيط، الالفا روميو. تخيلوا ان انا كنت جايبها تقسيط. طب ايه الفكره؟ كنت الاول زمان كنت اجيب كاش، كان يجي يحصل لي اعلان مثلا واخد الاعلان ده احطه في اي حاجه، وبعد كده حسيت ان أنا في الاخر لا، مش احسن حاجه. طيب ايه بقى اللي انا استفدته؟ كان انا فاكر الموضوع ده ان كان القسط العربيه دي 13333 جنيه. ال 13000 اول ما جبت العربيه كانوا 700 دولار، دلوقتي بقوا 250 دولار، فقيمه الحاجه دولاريا بتقل. فبالتالي قررت ان كل حاجه هشتريها تقسيط. حتى كان لسه مشتري شقه كيشتها بنسبه 50% و50 تانية في المية تقسيط. هل ده ضعف قدره من عندي؟ لا، قيمه الحاجه دولاريا بتقل. يعني لما يكون الحاجه قسطها 100000 جنيه في الشهر، ده كان زمان كان 4000 ولا 5000 دولار، دلوقتي مش محصلين 2000 دولار. فقيمه الحاجه دولاريا بتقل، فلما يكون دخلك بالدولار قيمه الحاجه وتجيب حاجات تقسيط قيمتها بتقل طبعا مع انهيار العمله. فالفكره كلها هي هنا ازاي تقلب تعمل تويست للكارثه اللي انت فيها وتاخدها ليك. بس الفكره كلها ان ربنا يعين الناس اللي دخلها بالجنيه، وبجد احنا على قد ما اقدر ببقى عايز اساعد. بس الفكره كلها ان دي حاجه ميزه انك تحاول تخش الدروب شيبينج تاني، وخصوصا في مصر. لكن لو في اوروبا والكلام ده كله بتبقى كل حاجه مستقره. وده يعني نصيحه خدتها قبل كده من منتور عندي زمان، قالك ما تشتريش بفلوسك. وفعلا ما بحاولش اشتري بفلوسي، من بره ونقسط مع بعض. فالقسط يا جماعه لو انت دخلك بالدولار هو الحل الامثل ليك، ودي نصيحه من عندنا كده في اسلوب الحياه. شكرا.